جالنا دلوقتي خبر غريب شوية، ويعني أنا شخصيا عندي شك فيه بنسبة 30%، ولكن المصادر بتاعتي بتؤكد 70% إن يوم السبت والحد الجايين الإخوان المسلمين هتختار رئيس. الخبر مش غريب، لأنه كده كده الحرية والعدالة والإخوان لازم هيختاروا رئيس، ولكن بقية الخبر اللي غريب فيه إن هم هيختاروا رئيس بره الأسامي اللي موجودة. وهم كانوا قالوا ان هم مش هيطلعوا منهم رئيس، لن يكون منهم رئيسا. فالخبر بيقول ان الرئيس سيكون من الاخوان، سيختاروا رئيسا من الاخوان. طبعا لو ده حصل هيقلب الترابيزه كلها، في ترابيزه جديده بقى. يعني في ترابيزه جديده، وبعدين الاجتماع ده هيحصل في الاخوان مش في الحريه والعداله. الجماعه هتختار رئيس، ولما الجماعه تختار رئيس يبقى اللعبه كلها اتغيرت. بس هو الجماعه والاخوان هيستحملوا يبقى الرئيس من الاخوان، مجلس الشعب من الاخوان، مجلس الشورى من الاخوان، والوزاره من الاخوان، والدستور من الاخوان، والبابا من الاخوان؟ مش كتير شويه؟ طب مين هيراقب مين؟ يعني مين هيتكلم مع مين؟ يعني مين هيقول لمين كده غلط؟ لا، وفي ذلك حكم.